السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنصبغ الحاجات دي. عندك اكيد طبعا عباية او اي حاجة عندك سودة بهتت. انا عندي حبة طرح ونقبات بهتوا من الشمس والغسيل، ف عايزة اصبغهم، عايزة ارجع لونهم للاول. هنعمل ايه بقى عشان نصبغ الحاجات دي؟ ده الحجر الاسود اللي بنستخدموه لصبغه الاظافر. ده انا جايباه مطحون كده، في منه حجر، هتجيبيه من عند العطار. قلت له عايزه حجر اسود، هيجي ما يديهولك حجر، ما يديهولك كده اهوت في عبوه كده. لو ادولك حجر دقيه على في الهون، على ورقه، على اي حاجه تصرفي ودقيه وخليه ناعم كده اهوت. وده فحم انا دقيته، بص خليته بالشكل ده. انا دقيت الفحم، بس الفحم بصي لوحده كده اهو من غير ما نعمل اي حاجه. الفحم انا دقيته. هنحتاجه الفحم و الحجر الاسود، الفحم والحجر الاسود. انا هعمل حبه صغيرين في الاول في ميه مغليه. هتحطي معلقتين فحم حلوين كده كبار، وهتحطي، انا هحط هي نص ربع، هحطهم كلهم يعني معلقه صغيره تقريبا. انا هعمل كميه صغيره يعني حاجات بسيطه. انت عايزه تعملي اكتر زودي الكميه. دي ميه مغليه، هحطهم يغلوا برضو تاني على النار عشان بس الميه من غير ما بس ما يعملوا لنا ايه. هنحطها تاني على النار تغلي قبل ما نجهز الحاجه التانيه. الطرح بتاعتي مش عايزه ميه سخنه، بس بقى احنا متعودين ان احنا نصبغ في ميه مغليه. دي طرح مش عايزه ميه سخنه، فانا جبت كروانه حطيت فيها ميه ساقعه، هنحط عليها معلقه ملح طعام بتاعنا العادي، عليها يعني نص كوبايه خل الطعام بتاعنا العادي. نقلبهم كويس. الصبغه بعد ما غليت بصوا خلاص. دي كل المكونات اللي احنا بنستخدمها. الخبار بتاعتي ودي طرحه ونقاب تاني كده. هتقلبيهم بمعلقه، اي معلقه خشب باي حاجه، هتقلبيهم كويس. عندك غساله اطفال مش صغيرين، حطيهم وشغل عليهم الغساله، هيبقى جميل قوي تحفه كده، وهيتشطفوا وخلاص على كده. ان شاء الله الفيديو يعجبك وينول رضاكي، واذا عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.